بصوا يا جماعه، ده اللايف اللي احنا عملناه اهو. هات لنا بقى كده، هات لنا، لا، هات على هوم هنا. هات على كام؟ 3000. احنا عدينا ايمان غازي ولا ايه؟ ايمان جدزي جايين لك بس انا بس شفت الرقم ان انا كان في اللايف بتاعي كان فيه 2000 واحد، وفي اللايف بتاع ايمان جدزي اللي بقاله 20 سنه او 50 سنه على اليوتيوب. احنا احسن؟ لا ماشي. طيب، اهلا بيكم. ده فيديو قبل اللايف عشان اكلمكم على تحضيرات اللايف اللي احنا عملناه، او المفروض ان احنا كده عملناه لما الفيديو ده يطلع. بس وانا بصور احنا لسه ما عملناهوش. اللي ما عرفنيش، انا اسمي خالد رضوان، عندي اكتر من 1200 بني ادم في اكاديميه بتعلم ازاي الناس تعمل فلوس اونلاين عن طريق كذا نوع بيزنس مختلف، واكاديميه متوثقه من انجلترا. والهدف الرئيسي كان من اللي احنا نحاول نبدا ان احنا نكسر حاجز معين في اللايف ده، ان احنا عايزين نوصل لاكبر عدد من البني ادمين ونحكي لهم عن الستوري نفسها بتاعه الاكاديميه، وغير الستوري بتاعه الاكاديميه ان انا احكي لهم عنهم هم شخصيا، وان انا احاول اوريهم بقدر الامكان قد ايه في بني ادمين كتير قوي 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 فعلا بتشتغل في شغلانات محدش عارف عنها حاجه، وان احنا كمان نقدر ان احنا نعمل كده. كلام كرنج بقى، وكلام اللي هو اي كلام تقدر تقوله يعني، بس هي حقيقه يعني. احنا في خلال السنتين اللي فاتوا قدرنا يعني كل ما يكون في مثلا حاجه معينه احنا بنعملها كنا بنكسرها. فانا كنت واحد بخاف جدا جدا ان انا اطلع اتكلم على السوشيال ميديا، طلعت واتكلمت. انا كنت واحد مش عارف هل لو انا طلعت واتكلمت عن تجاره الكترونيه في حاجه انا بشتغلها بقالي 5 سنين، وفي حاجه في شغلانتي مسكتها في شركه من اكبر 10 شركات عالميه على شمال افريقيا، هل لما انا اطلع اتكلم هل هعرف ارد على الناس؟ برضو خايف. كسرتها الحمد لله. جاء بعد كده عملنا اول كورس، وبعد كده الكورس ده الحمد لله لقى نجاحات كتير، ولقى ناس كتير برضو ما قدرتش انها تعمل حاجه اللي كانت نفسها فيها. عملنا بعديها كورس ليه علاقه بالاي اي، عملنا بعديها كتابين ليهم علاقه بتشات جي بي تي والشخصيات اللي انت ممكن تستخدمها وتستغلها في تشات جي بي تي. عملنا بعديها سيرفيسز ليهم علاقه بالويب سايت كرييشن. عملنا بعديها سيرفيس ليها علاقه بالبيمنت جيت واي. فكنا كل مره في ايكوم ارك، او انا كنت بحاول اكسر حاجه، بحاول اوصل لها او بحاول ان انا اعديها عشان اثبت لنفسي حاجه ان انا احسن من اليوم اللي قبليه، وان انا اقدر ان انا انجح في حاجه بالنسبه لي عارف وفاهم فيها كويس جدا جدا جدا، وعايز ابينها للناس لان هي ما كانتش باينه ليا انا شخصيا. فبالتالي عملنا اكاديميه جديده اتوثقت في انجلترا. قعدت شهور بوثقها في انجلترا. بعد ما قعدت شهور انا بحاول اوثقها في انجلترا، الحمد لله الكورس ده ممكن يكون بيعتبر من احسن او يعني في كميه فاليو مش طبيعيه. ده عشان ابقى صريح جدا جدا، انا عارف كويس قوي انا بقول ايه، ولو ان ده مش حقيقي ما كانش زمانه اتوثق وبقى سيرتيفايد وبقيت واحد من 30,000 بني ادم في مصر اللي يقدر يدي شهاده انجليزيه معتمده. انا ازاي اوصل لكل الناس دي، وازاي ان انا ابقى عارف اوري الناس دي كلها قد ايه ان في كذا نوع بيزنس الناس ممكن تشتغل فيه وفي نفس الوقت تقدر تعمل منه فلوس اونلاين. ومش بتكلم بقى في الارقام بتاعت اللي هو $100,000 ولا $1,000,000 ولا اي حاجه من الكلام ده، انا بتكلم كبدايات اللي هو ان من 500 ل 1000 و $2000. ده حاجه نورمال جدا لناس فعلا بتبقى عايزه انها تشتغل اونلاين، او اخدت توبيك وكملته للاخر واشتغلت بيه. على قد ما انت ممكن تقول قد ايه ده حاجه غريبه او حاجه كبيره قوي، هي مش كبيره بالنسبه لناس كتير عايشين بره وعايشين مع فكره برضه في مصر. بس انت العقليه نفسها بتبقى دايما هي اللي موقفاك انت تصدق حاجه زي دي. وخلينا صراحه، انت لو انت مش هتصدقها يعني مش هتعرف تنجح فيها قوي، لان هي في الاخر هي بتحتاج شغل مش طبيعي، وبتحتاج مذاكره كتير جدا جدا، وبتحتاج يعني حاجات كتير. هي شغل في الاخر. مشكله الشغل ده ان انت ما عندكش رقيب، وما عندكش رقيب دي عاده بتبقى اسوأ مليون مره من شغلانه عليها رقيب وتقدر تاخد منها فلوس كتير. بمعنى ايه؟ طول ما انت ما عندكش حد بيجري وراك عشان تشتغل، طول ما انت هتلاقي نفسك مش قادر تعمل الشغلانه وبتأجل الألم بتاع اليومين دول ووجع الدماغ وعدم نزولك وعدم خروجك مثلا في الخروجه دي، وعدم ان انت تنزل تسافر السفريه دي، والكلام اللذيذ ده كنت بتسمعه دايما اللي هو يحسس البني ادمين اللي هو انت المفروض تفضل عايش 24 ساعه بتشتغل بس. هو ده حقيقي بالنسبه للناس اللي هي عايزه توصل لحاجات غريبه الشكل، او ناس بتحلم احلام معينه يعني. هي دي ده كل واحد وليه فكره في الحاجه، حاجه زي كده يعني. لكن هو في الاخر انت طول ما انت بتدي الموضوع مجهود وشغل وتركيز هتلاقي ربنا يعني بيكرمك يعني ان شاء الله طبعا. فحضرنا البرزنتيشن طويله جدا جدا الصراحه. يعني الفكره كلها في البرزنتيشن ان انا عايز اعمل لايف بشرح فيه اكبر 3 بزنس موديل. ناس كتير جدا عملت لايف قبل كده برضه عشان نبقى واضحين يعني. انا مش اول واحد اعمل لايف في مصر ولا اول واحد اعمل لايف في العالم. انا
في ناس كتير جدا قبليه عملت اللايف ده. لكن انت عندك حاجه مهمه قوي، انت عندك اكتر حاجه دلوقتي الناس بتتكلم عليها هي اللايف شوبينج. يعني اللايف شوبينج ده في الصين لو انا فاكر صح البيزنس موديل بتاعه بيبقى حوالي نص تريليون دولار. فانت لما تيجي تفكر فيها، انت الحاجات اللي بتحصل في الصين وبتحصل بره والكلام ده كله احيانا بتجيلنا احنا بعد مثلا سنتين 3 4 5 ايا كان الوقت ايه او نوع الحاجه دي ايه يعني. بس اللايف شوبينج يعني مثلا تيك توك لايف شوب اللي هو مش موجود حاليا في مصر، دي من اكتر الحاجات اللي الناس بدات تعمل منها فلوس دلوقتي. اللايف شوب مش اللايف نفسه، انا بتكلم لايف شوب اللي هو واحد يطلع على تيك توك يبيع حاجه في اللايف بتاعه في الستور بتاعه، يبقى عنده ستور اونلاين وعنده تيك توك لايف شوب كانه محل يعني اونلاين بس على تيك توك، وبيبيع فيه المنتجات بتاعته، منتجات فيزيكال، مش بيطلع يرقص ولا بيطلع يعمل اي حاجه من الكلام اللي هو ممكن ناس كتير ما تشوفه غير لائق او ما ينفعش ان هو يحصل. بغض النظر ايه رايي في الموضوع ده عشان بس ما ندخلش في حاجات كتير. فطالما اللايف ده حاجه كبيره وطالما الناس بتبقى عايزه انها تهتم اكتر بحد طالع مباشر ليها ولايف وبيتكلم عن حاجه، البرسنتج اوف كونفرجن بتبقى اعلى بكتير قوي من واحد مطلع فيديو خلاص. ودي كانت حاجه من الحاجات اللي انا ايه نورت لي دماغي شويه. انا النهارده عايز اعمل حاجتين، انا مش ملاك تمام، فانا بتربح من ان انا اخلي ناس تخش الاكاديميه. طبيعي السستينابيلتي او الاستمراريه بتاعتي بتيجي بس في حاجه واحده، في الريفيوز وفي ان قد ايه ناس فعلا ممكن تستفيد باللي انا بعمله. الحمد لله في السنتين اللي فاتوا انا عندي لا يقل عن يعني ممكن اقول لك 600 700 صوره وفيديو ريفيوز في خلال السنتين اللي فاتوا من الحاجات اللي انا كنت بقدمها. عندي كميه دلائل الحمد لله واقف على ارض صلبه جدا بان انا اقول للناس يا جماعه مش لازم اكون انا احسن واحد بشرح، بس ده بيزنس فعلا اهو والناس بتعمل فلوس اهو، بس انا عارف نفسي في الشرح عامل ازاي، انا بشوف ان انا بعرف اوصل معلومه. فالحمد لله طبعا. في اللايف ده انا لازم ادي، او لو حد بيفكر في يوم من الايام ان هو يعمل لايف، انا لازم ادي كميه فري فاليو مش طبيعيه عشان اعرف ان انا في الاخر ادي اوفر. لان انت مهما كان مش كل الناس بتشتري. يعني لو انت دخلك مثلا 1000 بني ادم في اللايف ده، عاده بيكون الكونفرجن برسنتج بتاعته ممكن تتراوح من 5 ل 10%، بس انت عندك من 100 واحد 90 واحد ما اشتريش، صح؟ طب ال 90 واحد دول لازم يطلعوا من هناك هم شايفين ان هم ادولك اهم حاجه عندهم، الموست فاليبل اسيت اللي هو الاتنشن بتاعهم، اهتمامهم ووقتهم. فلازم يطلعوا ان هم حاسين ان هم استفادوا، لان هم لو حسوا ان هم مش مستفيدين يبقى دي خلاص، دي غلط، حاجه غلط عليا، محدش هيبص لي تاني. لكن لو حس ان هو استفاد جدا وهو ما اشتراش، في الاخر لو انا بتكلم بعقليه واحد بيزنس، هيجي يوم وهيقدر ان هو يشتري لو هو ما كانش قادر ساعتها، او لو هو حس ان هو مثلا في الفتره دي ما كانش مقتنع قوي، وعلى الاقل فدته وقدرت اخد ان انا يعني في حد اديته معلومه ممكن تكون فعلا مش عنده. وانا كنت حاطط في اللايف ده بقى، لو انتوا حابين تشوفوا اعتقد هو اللي بيكون لسه على اليوتيوب يعني، كنت حاطط في اللايف الكلام. عاده لما تيجي انت مثلا في شغلك وبتتكلم عن حاجه كتير جدا جدا جدا، انت بيبقى عندك سبيكيوليشن، عندك اعتقاد بقى خلاص انت كل الناس عارفه اللي انت بتقوله، وده اكبر غلط بيقع فيه ناس كتير قوي. يعني المفروض ان الواحد يقعد يقول البيزكس بتاعه شغله كتير قوي، لان مش كل الناس بتسمعه ومش كل الناس بتفتكر اللي انت بتقوله ومش كل الناس شايفاك انت. يعني معاك عندك كام فولور ولا بتتشاف كام مره في اليوم، ولو اتشافت كام مره في اليوم انهي فيديو اللي حد شافه، فيعني متقفورش يعني. ف ف ده بس يعني شرح كده سريع على اللي انا كنت بحاول اعمله قبل اللايف، اللي هو الفيديو ده هيطلع بعد اللايف، وان شاء الله اللايف ده يطلع حاجه مفيده جدا جدا. معرفش، حسيت ان انا كنت عايز ان انا اتكلم معاكم واقول لكم بس شويه يعني انفورميشن انا بحضر لايف ازاي، او انا بعمل، او انا اللي انا بعمله ازاي. انا عندي مثلا لحد دلوقتي حوالي 300 سلايد 350 سلايد لو انا فاكر صح، لسه هيتقللوا. جزء برضو من اللايف اللي احنا بنعمله اللي هو ان احنا بنحضر لاوفر قوي قوي عشان الناس اللي حضرت ودت اتنشن وودت اهتمام لحاجه زي دي يحسوا ان هم فعلا طالعين مستفيدين. لكن هو الهدف الاخير اصلا من كل الكلام ده هو ان احنا نبقى بنوري اكبر عدد من البني ادمين ان في حاجه اسمها بزنس اونلاين. حاجه من الحاجات بقى برضه اللي استوقفتني جدا وانا بحضر في اللايف، انا في انفورميشن نفسها انا ما كنتش اعرفها. زي ايه؟ زي ان انت عندك الناس اللي بتشتغل في التجاره الالكترونيه اللي بيشتغلوا في 3 حاجات، يا اما دروب شيبينج، يا اما برنت اون ديماند اللي هي طباعه عند الطلب، يا اما ديجيتال برودكتس. ال3 دول هم سوق يتعدى ال 5.8 تريليون دولار. ايه ده؟ ايه كل ده اصلا؟ يعني انا لما شفت الرقم اتخضيت، ما فهمتش. وبعد كده بقى لما جيت استها ال3 دول كام واحد في العالم بيشتغل في ده، طلع ان هم عدد اقل من 1% من سكان العالم عامة. فلو انت يعني عايز تطلع بحاجة من الفيديو ده اصلا، انت ابعد ما يكون عن واحد متأخر
في بيزنس زي ده. فلو انت بتشوف الفيديو وحاسس ان انت في انفورميشن بزياده قوي موجوده، وفي حاجات كتير يعني انت حاسس ان انت لسه ما بداتهاش، ابدا بس كده، يعني اتفرج واتعلم. يوم بعد التاني، بعد التالت، بعد الاسبوع، بعد شهر، هتلاقي نفسك اختلفت وعقلتك اختلفت، وبدات على الاقل تفهم حاجات انت ما كنتش فاهمها، وهتلاقيك فاهم اكتر من 99% من الناس اللي انت بتقعد حواليها. فما تقلقش، انت مش متاخر خالص. سلام عليكم.